علشان تعملي التورتايه مظبوطه وبمقادير مظبوطه 100%. معايا هنا ربع كيلو دقيق اسبونج، عليهم 3 بيضات، عليهم معلقه صغيره محسن جل، وربع كوبايه ميه والفانيليا. ضربتهم كده بالمضرب وخفقتهم وعايزاهم كده بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. وجبت الحله بتاعتي فرشتها ورق زبده، ونزلت كده بالخليط بتاعي وشغلت الفرن على حراره عاليه 180 درجه، وبعد كده هديت عليها الحراره. بعد كده ما اول سبونج طلع معايا كده، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفينه طالع كده طري وهش معايا. انا شلت الوش بتاعه وقسمت السبونج ده القطعتين اتنين، طبقتين اتنين. وعملت سبونج شوكولاته بنفس الطريقه، وقسمته لطبقتين اتنين. يبقى التورتيه بتاعتي هعملها 4 طبقات، بس ما شاء الله 4 طبقات متساويين، وكان حجمها كويس جدا. طبعا التورتايه اللي انتوا شايفينها دي هعملها نص شوكولاته ونص فانيليا زي ما العميله طالبه بالظبط. بقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناتي يومك اجمل مع عمو فارس. وما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد وصفه جديده انزلها تنزلوك على طول. جبت هنا بقى كده ايه الاول قطعه كده، ونزلت بالسيرم بتاعي، وبعد كده طبقه من الكريمه. عملتها كده متساوية معايا زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة ان يكون طالع معايا متساوية. حطيت بقى الشوكولاتة الاول، وبعد كده نزلت بالفانيليا. والسيرم ما تنسوش دايما، ما تنسيش السيرم معايا. حطيت طبقة من الكريمة، يعني شكلتهم كده. طبعا متعودين بنعمل الخطوات دي كذا مرة، فطبعا سرحت الفيديو علشان انا عارفة ان الطريقة دي اكيد زهقتوا معايا منها. جبت بقى هنا كده اخر قطعة عندي، كان القاع بتاع الصينية بتاعتي. فحبيت ان انا اشيل كده بقى الوش زي ما انتوا شايفين كده، علشان انا عايزاه يكون معايا كده ايه، وانا باكلها تكون طعمها زي الاسفنج كده معايا. كده اخر بقى طبقة معايا، هبدأ ان انا اجلسها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة كده بجلس الوش من فوق، وبعد كده انزل في الجنوب. انا كده بقى بجلسها كده خلاص، وجبت الاسكلافر كده وظبطت بقى الدنيا عندي كده. ومسحت اللي انتوا شايفينه ده، عشان الدنيا كده تبقى معايا كده سهلة ولذيذة، ويكون الموضوع معايا كده ظابط. كده خلاص انا بقى كده بخلص اخر وش عندي. طبعا انا هدخلها التلاجة شوية لحد ما تمسك نفسها شوية، وبعد كده اعمل اخر خطوة. كده الاسكلافر المشنشر كده خلصت معايا، وبعد ما دخلتها التلاجة ابدا ان شاء الله ان انا ازينها. جينا بقى كده لاهم مرحله، طبعا التزيين محيرك ومحتاره انك تعملي ايه. هقولك على اسهل تزيين وتقدري انك تعمليه. اول ما بتشوفي تورته كده تقولي لا لا انا مش هعرف اعملها، لا هتعرفي تعمليها. سهل جدا جدا. يكون يعني بصراحه مفيش اسهل ولا احلى من كده. فلما عرفت ان ده عيد ميلاد بنوتة يعني، فحبيت ان انا اعملها الشكل ده علشان كان لون بناتي جدا. وقلت لها تلبسي ابيض في بامبا او روز يعني اللي موجود عندك، فعشان الصور بس تطلع معايا كده بشكل عام كويس. وعملت بقى جبت كده القمع بتاعي، وعملت الروزيتات الصغيره اللي انتوا شايفينها دي جنب بعضها مفيش فراغات خالص. عملت اول روزيتات كده باللون البامبا او الروز، وبعد كده الروزيتات البيضة، فكان طالعة معايا بشكل تحفة تحفة يا بنات. جربوها تعجبكم جدا جدا. شايفين انا ماشية كده بسرعة بسرعة. طبعا مش عايزة اتلخبط كده علشان الروزيتات تطلع معايا كده لها بوس كده من قدام، وتطلع معايا بشكل كويس. الروزيتات البيضة تعبتني شوية، مش عارفة ايه المشكلة فيها يعني، علشان انا عملتها ورا بعضها كده زي ما انتم شايفين. بس الحمد لله ربنا ستر وطلع معايا بمنظر تحفة تحفة. اي روزيتا بقى متبقاش عجباني بشيلها على طول وبعمل غيرها على السريع يعني. اخر بقى كده صفى معايا اللون الروز اللي انتوا شايفينه ده. وكده هقفل التورتيه بتاعتي بقى من فوق كده، الجناب كده خلصت. فهقفل بقى من فوق. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه ده يا ام فارس، بجد والله تسلم ايديا. جبت بقى من فوق كده، عملت روزيتات كده وردة كبيرة من فوق. علشان انا كنت محتارة اعمل من فوق روزيتات صغيرة ورد زي ما انتوا شايفينها كده، ولا اعمل الروزيتا الكبيرة دي. بس قررت كده ووصلت في النهاية ان انا اعمل من فوق روزيتات كبيرة، ورد كبير كده من فوق، علشان كده بقى ايه ما تبقاش عايزاه يكون يعني توصل معايا لأقصى رقة معايا. كده خلاص عملت بقى في الفراغات كده روزيتات صغيرة خالص.
بجد اي بنت هتشوف الفيديو ده هيعجبها جدا منظر وشياكة التورته الجميله الهاديه اللي انتوا شايفينها دي. حاجه كده في منتهى الرقه والجمال، وبجد في اعياد الميلاد بتبقى تحفه معاكي في الصور. وده كانت تورته النهارده يا بنات، يعني بجد انا مبسوطه جدا ان انا طلعتها بالشكل النهائي دي. وده كان الوش بتاعها من فوق. قولوا لي ايه بقى رأيكم بسرعة في التورته الجميلة الرقيقة اللي انتوا شايفينها دي. ف قولوا لي ان كانت محتاجة كريسبات او شوكليت او اي حاجة، بس حسيت ان هي مش محتاجة اي حاجة خالص، هي بتتكلم عن نفسها يعني. فدورت عندي على كريسب ابيض صغير او شوكليت ابيض، فما لقيتش الا كريسب كبير. فكسرت كده كام قطعة معايا وحطيتها على الوردة اللي فوق كده كأنها لوري بالظبط. فهتشوفوا كده معايا في اخر الفيديو بعد ما حطيت قطع الشوكولات الابيض الكريسب الابيض. فبجد هي ما كانتش محتاجة اي حاجة خالص من جمالها وحلاوتها، وبجد انا مبسوطة بالشكل النهائي بتاعها جدا جدا. وعايزاكم انتوا كمان تبعتولي كده في التعليقات وتقولولي ايه رأيكم في تورتة النهاردة. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم يا بنات، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة يومك اجمل مع ام فارس. وما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.